قبل ما تاخد اي قرار المفروض تدرس ابعاده. اول ما تاخد اي قرار تعرف انت القرار ده هيفيدك ولا هيضرك، هيخلي شكلك قدام الناس عامل ايه، هتقدر تنفذه ولا لا. مردود القرار ده اذا تنفذ. ده المفروض مجلس اداره الزمالك كان المفروض يعمله يا جماعه، مع احترامي الشديد للكابتن حسين لبيب، ومع احترامي الشديد احنا بعيد عن المنافسه حاليا في الدوري. كان ايه اللي انا وجهه نظري، يعني انت حتى بتقول الانسحاب وقدام الاهلي والكلام ده كله، بس انا معاك ان الدوري يعني مولد وصاحبه غايب، وزحمه يا دنيا زحمه وزحمه وتاو الحبايب، زحمه ولا عادش رحمه، مولد وصاحبه غايب. ده اللي بيحصل في الدوري المصري بتاعنا فعلا، اقسم بالله بالفعل. مفيش اي تخطيط، اي تنظيم، ناس مسؤوله على اي حاجه في اي حاجه. انا معاك ان الدوري يعني كله غلط في غلط، كله غلط في غلط، لكن انت برضو مع احترامي الشديد انت ليه ما لعبتش الماتش؟ ماشي يا سيدي ما لعبتش وقلت عندك طلبات وهتتنفذ وبتهلل، وتخيل بعد ما يقول لك خلاص يعني انت عندك ماتش سيراميكا يوم السبت وانت اكيد هتلعبها. يعني انت طب السؤال، طب لو انت بتقول المطالب اتنفذت، طب انت لو ما اتنفذتش هتفضل منسحب؟ طيب لامتى؟ ومكاسبك ايه؟ وايه الضرر اللي هيعود عليك؟ فانا شايف نادي الزمالك يا جماعه مع احترامي الشديد، لا القرار يعني حلو، كان ممكن في وقت من الاوقات في اول الدوري قبل الدوري تقول لا وكل واحد يطلع وتجيب الانديه كلها. انت بتقول دلوقتي نادي الزمالك بيقول في تضامن من 14 نادي معاك، طب ما يطلعوش ليه ويقولوا، او انت تطلع مع ال 14 نادي ده وتقول مش هنلعب في الدوري كلنا خلاص، وتطلع تقول بقى وتفرض رايك وتطلب جمعيه عموميه وتطلب الدنيا كلها تكون موجوده، ويا الدوري يكمل بشكل معين او ما يكملش. الفكره ان نادي الزمالك يا جماعه مع احترامي الشديد فعلا يعني لك الله جمهور نادي الزمالك، والله العظيم اعظم جمهور في الدنيا بيتعامل بالمعامله دي، اعظم جمهور راقي في الدنيا ما بيلاقيش مجالس اداره بتقدر تتعامل معاه، او تلاقي حد فاهمه او حد قادر يحقق له مطالبه وامنياته مع احترامي الشديد. فانت بتقول ان خلاص يا عم المطالب تمت وخلاص والكشف عن جدول الدوري، يعني مباراه الدوري خلاص خلاص لجنه المسابقات قالوا خلاص ان الدوري كله المباريات طلعت لاخر الدوري والترتيب المباريات وكل شيء. طب ما ده طبيعي، يعني انت طالبت بالطبيعي، ايه اللي هيعود عليك انت؟ طب ما كده كده انت خلاص بره الدوري السنه دي، يعني احنا كزمالك احنا بره الدوري السنه دي، تفرق معاك ايه بقى؟ المفروض تكمل الكلام ده من بدايه الدوري، يبقى في اجتماع وفي مؤتمر صحفي وتقول ارائك وتقول الكلام ده كله، مفيش مجاملات لا ليك ولا عليك وتطلع تتكلم. لكن مع احترامي الشديد بعد ما خلصت يعني انت ايه الفايده؟ يقول لك يا عم وعامل حسين اقاله عامل حسين، انا معاك يا عم الراجل ده ما اعرفش انا يعني مالوش في البزراميط ولا في اي حاجه. يعني ما انت بتقول خلاص المطالب اتحققت او 3 مطالب اتحققوا اللي هم اعلان جدول الدوري وترتيب المباريات، اقاله عامر حسين وما عادش موجود. حتى دلوقتي لو بصينا على اي توقعات او اي حاجه الكابتن عامر حسين مش موقع عليها، يا عم انا معاك يا عم وكل ده، بس ايه الفايده عليك انت كزمالك؟ ما هو ده الطبيعي يا عم، يعني جدول الدوري يتعرف في اي حته في الدنيا لازم يتعرف، يعني انت مفيش حاجه عليك. وقالوا خلاص بريرا ماشي، ده بريرا خلاص في 3 شهور لو الراجل مشي دلوقتي في 3 شهور هتدفعوا مبلغ كبير بالنسبه للجنه التحكيم ولا لجنه الحكام، هيدفعها ازاي؟ المفروض في شهر 8 يعني يمشي شهر، احنا خلاص 7 يعتبر خلاص 7 من 8 ما فرقتش. لا وايه كمان عشان نضحك على جمهورنا ان خلاص هيحققوا مع حكام المصري. طب يا عم لو ما حققوش، طب لو ما عجبوش، انت ما مش حريف زيهم. يعني مع احترامي الاهلي لما سيد عبد الحفيظ قال انا جامد، فعلا جامد. جامد بايه؟ ان هم العيال دي يعني بيعرفوا يلعبوها صح، يعني تحس لوبي صح. احنا اي نعم ملناش في اللقم ده وملناش في اللوبي اللي هم بيعملوه والتفكير اللي يعني مش عايز اقول الالفاظ في يعني لا لهم تفكير وحاجات غير طبيعيه. انت من بدايه الدوري تطلع تقول الكلام ده. المهم انا عن نفسي كان المفروض ما خلاص يا تلعب وتكمل، يا من البدايه من بدايه الدوري تطلع وتقول طلبك قبل ما الدوري يبدا، احنا ده اللي هيحصل وده اللي هنتفق عليه ومفيش تغيير فيه من البدايه. ده كان المفروض يحصل. محمود علاء مشي يا جماعه، يعني محمود علاء مشي، وانا واحد من الناس بقول الراجل ده اقسم بالله اتظلم. محمود علاء من اللعيبه اللي كانت احد اهم الاسباب الزمالك فاز ب2 دوري يا جماعه. محمود علاء كان مع الونش كان قافل الدنيا فوق وتحت. محمود علاء لعيب كبير. محمود علاء انا عندي احسن من حسام عبد المجيد، ايوه انا عارف بقول ايه.
محمود علاء لعيب كوره، اوعى تنسى ان محمود علاء ده كان من هدافين الدوري وخد هداف دوري يا جماعه. محمود علاء ده كان لعيب كبير، مع احترامي الشديد بيطلع معاك في الكرات العاليه، كان مقفل الدنيا. ضربات الجزاء كان عندك واحد من اللعيبه اللي بتحرز ضربات الجزاء على طول، يعني انت مشيته. انا شايف محمود علاء ظلم مع نادي الزمالك وخلاص، نادي الزمالك قال شكرا لمحمود علاء. انا وجهه نظري لا، نادي الزمالك يعني لا، انا كان نفسي يكمل. وطبعا احمد حمدي بدا التدريبات تاهيليه، ده شيء جميل جدا واتمنى له عوده، واتمنى يبقى في طبيب احمال للاعيبه الموهوبه. يعني احنا عندنا لعيبه ربنا كرمنا بمحمد شحاته، ده عايز واحد معاه طبيب فاهم. طبعا ناصر ماهر لازم واحد طبيب، عشان اللعيبه دي المهاريه دي محتاجه تركز قوي على الناحيه البدنيه. طبعا عندك عبد الله السعيد، عندك اللعيبه اللي انا شايف مكاسب كبيره جدا. ف اللعيبه الحلوه دي لازم تحافظ عليها بدنيا ويبقى في احمال ليها. يمكن انا ما عنديش اي حاجه اقدر اقولها غير يعني القضايا اللي على نادي الزمالك اللي عملها مرتضى منصور ومجلس كابتن حسين لبيب. انا بعد تقييم مجلس كابتن حسين لبيب انا الى الان مش شايف جديد، مع احترامي الشديد، ومش مع عوده مرتضى ولا وجوده اساسا على الساحه. وبقول مرتضى سبب الكارثه وسبب الكوارث اللي احنا فيها لحد دلوقتي من قضايا وفلوس وايقاف قيد 3 فترات يا جماعه. فنادي الزمالك اتظلم، نادي الزمالك اتظلم برؤسائه، يعني بنظام مسابقه ظالم، بيلعب قدام لوبي. الزمالك بيواجه لوبي في الدوري يا جماعه. مع احترامي الشديد اتمنى الدوري بتاعنا ما عادش، الدوري بتاعنا لا تسويق ولا قيمه تسويقيه ولا اي حاجه. المهم نتمنى ان نادي الزمالك الفتره الجايه يعني يتعاقد مع لعيبه حلوه. طبعا انت بتقول لي في ايقاف قيد، انا معاك اهو. على الاقل بيع اللي عندك يا عم، بيع اللي عندك، اللي ملوش اي فايده، اللي ما بيلعبش، اللي قاعد دكه ما بيقبض بس، اللي انت ما فيش منه اي فايده. خلاص انت كده كده الدوري، انت بعيد عن الدوري خلاص السنه دي. يعني مع احترامي الشديد لا، انت بص الموسم الجاي، ابني للموسم الجاي، حط رؤيه للموسم الجاي، مين هيقعد مين هيمشي، مين معانا ممكن نكمل، لازم نكمل بيه، وممكن نقدر نبيعه ونستفاد بفلوسه. ده المفروض المجلس يدور عليه. انا مش قادر اطول والله، لان انا نفسي مسدوده بصراحه. يعني انا ومع احترامي الشديد قناه نادي الزمالك يا جماعه، قناه نادي الزمالك الدنيا مولعه، ويجيب لك اي حد في اي حاجه، بس نقعد نجيب ماتشات متعاده وبرامج متعاده و3 4 برامج بتذاعها هي نفس الكلام. لا لا لا، القناه كمان غير ناجحه. قناتنا الزمالك محتاجه اعاده صياغه، برامج تجيب لنا الحاله البدنيه، التدريب. يعني انا بقترح برنامج للياقه البدنيه، يعني للاعيبه النادي، اللعيبه المصابين فوق وتحت والناشئين، حد يجي يقول لنا مين اللعيبه اللي عندنا اللي هتتصعد، مين اللي موجوده، نادي الزمالك فين، التدريبات كانت ازاي، رؤيه جوميز ان شاء الله، الخطه ايه، الرؤيه اللي قدامنا ايه، لكن كل يوم برامج متعاده وقصص متعاده. انا معاك ان الجمهور محتاج يعرف المباريات القديمه والكلام ده كله، لكن برضه لازم نعرف الجديد، الالعاب الرياضيه الجديده ايه اللي هتدار ازاي، نادي الزمالك دلوقتي بيحصل في ايه. المفروض القناه تنقل لك الكلام ده كله وتطلع تقول كلام حلو كده، يبقى عندك كلام وتعرف تقول كلام. لكن مع احترامي الشديد لا، الى الان مفيش تغيير شايفه، بس خلينا مع الوقت ونشوف. اذا عجبك الفيديو لايك، شير، كومنت، والضغط على زر الجرس.